السلام عليكم حبيباتي، جيتكم اليوم بفيديو قصير وخفيف وظريف. مرحبا بكم في قناة بيت سمية. فإذا كنت بجد أهلا وسهلا، إذا كنت من المشاركين فشكرا لكم على دعمكم. أول شيء عندنا هنايا التحلية اللي معتمدينها ولا ممكن تعتمدوها في التخرجات نتاعكم وفي المناسبات نتاعكم. سهلة واقتصادية. هنايا بالنسبة للمكونات كي راكم تشوفوا، عندنا هنايا الأوريو اللي هو هذا القاطو نتاع ماكسنت كما يقولوا له اوريو. عندنا تاني هذيك الشيكولا نتاعو كما وريتكم من قبل. حاولنا نحو الشيكولا من وسطها، ايوا ونحطوها في طبسي واحد باش بعد نخلطوها في الكريم شونتي. عندنا قطيه ناتورال كيسان وين غادي نستفوا وين راح نستفوا لهذيك التحليه نتاعنا، والشونتي والماء البارد. نتمنى المقادير واضحين وهذا وباينين. هنايا بالنسبه للكاطو نتاعنا نمشيو نرحوه في الهاشوار تاعنا، ما نحاولوش نرحوه بودر وماشي خشين، يكون متوسط. ايوا في هذا الوقت نمشيو ندوبو هذا زوج مغارف نتاع زبده. شوفوا كيفاش يكون. ها هما المغارف نتاعنا، من بعد جوج مغارف زبده فقط باش نخلطوها مع داك الكاطو نتاعنا بعد ما رحيناه. وصدقوني هاد التحليه تجي ميلونج بين حاجه حلوه بزاف حلوه، ناقصه حلويه، زعما ميلونج ما شاء الله يجي فيها. انا ما نقول لكم حتى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. هنايا شوفوا من بعد ما دابت لينا الزبده نتاعنا نمشيو نكبوها على داك الكاطو. هذه غير خفيفه ظريفه درتها ونط نجري. شوفي كيما هكا كاينه، ديري عينك ميزانك وخلطي لا في الهاشوار تاعك، اما تقلقي تروحي تسخي طبسي ثاني ولا كنتي جمعت الاتيكيت روحي خوضي بهذا. هذه هنا لا بديت بالمغرفه الله غالب، عارفيني انا غير نتاع خمسات، من بعد نولي ندير ليديا خربش فيها ونوض. انا الحاصل وما نخلوهاش برك تعجن بزاف. شوفوا خصها يكون كيما هاك القوام نتاعها، كي تحاولي ديريها كويره بين يديك ولا ما تشدلك. شوف تكون متماسكه شويه. هنا نمشيو نديرو العبار تاع كريم شونتي نتاعنا. شوفوا قداش هنا فقط انا كبيت وليت قلت والو صبر حتى نعطيكم كما يقولوا العبار نتاع هاد العبار كيما كيخرج لكم 21 حبه وقيله ولا 20 حبه. ما علينا نمشيو نطلعوها بالباطور نتاعنا، وتنجمي تطلعيها تاني بالهاشوار نتاعك. ها هو القوام نتاعها. شوفوا ما شاء الله. في هذه المرحله تزيدي هنايا داك القوطي نتاع ناتورال تاعك، ولا تنجمي تضيفي الفرماج في بلاصتو عادي، فرماج مثلثات الا عندك. جيبوا ديك الشيكولا اللي نحيناها من الكاطو. راكم فاهمين لحد الان ان شاء الله. شوفوا ونخلطوا كلش. ايوا وشوف ديك المغرفه اللي نقصناها قبل من الكاطو قبل ما نبسوه بالزبده، ها هي نضيفوها تاني هي على الكريم شونتي. قلت لكم يجي واحد القوام ميلونج بين كلش، ما عرفتش كيفاش نقولها لك. ما شاء الله داك القوام كيفاش ثقيل وعاقد، ما شاء الله. هنا نمشيو نديروها تبرد لنا شويه لحد ما نوجدوا الكيسان. شوفوا كيفاش ديروا لهم. هذا راه المغطى نتاعو فقط كتقديمه زعما كمليحه تحاولي تديريه هو القاع نتاع او القاعده عفوا نتاع الكيسات نتاعك اللي بغيتي تستفي فيهم. ما علينا. هنا نمشيو نديرو ديك الطبقه الاولى اللي هي البسكوي اللي بسسناه في الزبده نتاعنا. نحاولوا كاع نديرو في الكيسات نتاعنا، نعاودوا نسووا السطح هذاك. هاي الطريقه الاولى باش تسهل عليك. تنجمي ديري هكا، كما تنجمي تجيبي غير مغرفه صغيره نتاع قهوه تعطفيها شويه وتبداي تريقلي السطح كيما هاك. شوف شوفوا هكا. اكدوا لي على الكوانات هذوك باش ما يكونش سايح لك فيهم.
وفي نفس الوقت كي تكوني ديري كيما ما تخليش الكريم شونتي حداك باش ما تسيحلكش ولا، حطيها تبرد لحد ما تريقلي الطبقه الاولى كاع في القاعده نتاع الكيسات نتاوعك ولا، عاد روحي خرجيها ديريها في لي بوش نتاعك وبداي ديريها كطبقه ثانيه زعما. نتمنى لحد الان كلشي واضح. شوفوا كيفاش نعاود نسوي السطح هذا الثاني تاني، هو شوفوا كيما هكا. فقط هنا بما انه الجو سخون وكسمو حاولي تخفي يدك شويه باش ما تسيحش معاك الكريم شونتي نتاعك، ولا الاحسن تخدميها في الصباح. ها هي النتيجه، شوفوا ما شاء الله، تحليه خفيفه ظريفه. ومن هذا المنبر نقول لصاحبه الباك الف مبروك عليك، عقبال ان شاء الله الجامعه وشي اكثر ان شاء الله.